بقول لك ايه، ما تيجي نقعد نشرب حاجه؟ يلا بينا، هو احنا يعني ورانا حاجة؟ ايوه جاي. ما تقعدش على القهوة. ما تقعدش على القهوة مع الدكتورة ندى الشاذلي على راديو كامل، محطة على المحطة. ازيكم؟ انا ندى الشاذلي، اهلا بيكم في برنامج جديد اسمه ما تقعدش على القهوة. الحقيقة انه برنامج مهم جدا جدا، وبتيجي اهميته من الناس اللي احنا عاملين عشانها البرنامج ده عشان حضرتك يلي لسه رايح اول يوم الجامعة النهاردة. فاول خطوات ليك في الجامعة، خد بالك من ايه، اعمل ايه وما تعملش ايه. انا عارفة طبعا انك جاي بأحلام كتير قوي، عشان كده انا خصصت اول حلقة في البرنامج ليك انت مخصوص، وسميناها الحياة الجامعية اللي ما بنعيشهاش، الكلام اللي انت جاي بيه والواقع اللي هيحصل. تعال اقولك على حاجة، انت جاي بأحلام كتير قوي بفكرة الجامعة والمجتمع المختلط والناس الكتير اللي هتقابلها وحلمك الكبير اللي احيانا وفي الغالب انت بتبقى جاي بحلم غير اللي كنت حلمه اصلا، بسبب طبعا مكتب التنسيق والمجموع والقصة اللي احنا كلنا عارفينها وعشناها دي. تعال بقى نتكلم على حلم التعليم الجامعي. كلنا عشنا اللحظة دي، كلنا كنا مستنيين امتى هندخل الجامعة وامتى هنقلع اليونيفورم وهنعمل ايه في الجامعة وهنقابل ايه وهنتعلم ايه وهنستفيد ايه عشان نخلص الجامعة بسرعة ونشتغل بسرعة. الحقيقة ان الواقع بيختلف تماما عن ده. احنا بندخل الجامعة بأفكار مش بننفذ منها اي حاجة، او بندخل الجامعة بأفكار بتتصادم مع واقع مختلف تماما، وما بنكونش على قدر من المرونة اللي نقدر نعيش بيها حياة جامعية متوازنة نتعلم فيها حقيقي. لعلمك بقى التعليم الجامعي مش مدرج خالص، ولا انت المفروض تبقى مستني انك هتتخرج وتتعين خالص، ولا فكرة كليات القمة. اصل احنا في كليات القمة وتفضل طول الوقت مصدق ان كليات القمة دي فيها اي ميزة. الميزة فيك انت، في اي كلية انت فيها. انت عايز تبقى قمة، انت عايز تحقق حلمك، انت عايز تعمل حاجة مختلفة. القمة انت مش الكلية. طيب في حاجات كتير قوي في الجامعة احنا الحقيقة ما بنقرب لهاش، مع انها من اكتر التجارب اهمية ومن اهم التجارب اللي لازم نخوضها كلنا، لانها ممكن تخلينا نشوف حلم الجامعة ده بوجهة نظر جديدة خالص. اللي هي ايه؟ الأنشطة الطلابية اللي احنا ما بنقرب لهاش نهائي، ولا بنفكر حتى نروح نشوف ايه الأنشطة الطلابية دي، مع العلم ان الأنشطة الطلابية دي قدرت تاخد ناس كتير قوي لأفكار جديدة والكارير مختلف والحلم تاني خالص، واننا نتعلم مهارات مختلفة تماما عن اللي احنا مصدقين ان هي دي اللي هتوصلنا. التعليم الجامعي حلم متكامل في تفاصيل كتير قوي، عشان تقدر تعيش الحلم ده لازم تعيش تفاصيله. يعني التعليم الجامعي كلية حضرتك اخترتها او ما اخترتهاش، مناسبة ميولك او مش مناسبة ميولك، فيها تفاصيل تانية كتير قوي، حياة تانية بتعلم فيها حاجات جديدة، بحتك فيها بالمجتمع لأول مرة بجد بشكل مختلف. الأنشطة الطلابية حاجة مهمة قوي. روح شوف ايه اللي بتقدمه الأنشطة الطلابية دي، شوف هو ممكن يضيف لك قد ايه. هتلاقي هناك الحلم الحقيقي اللي انت كنت جاي بيه أصلا، واللي بيتناقض تماما مع الكلية اللي انت دخلتها. يعني انت مثلا قصتك كلها كانت في رسم وفنون وحاجات دي، ولقيت نفسك في كلية تجارة. في الأنشطة الطلابية هتلاقي ورش تعلمك فنون، هتلاقي وركشوبس تحضرها وتضيف لك. الأنشطة الطلابية حاجة مهمة قوي، أرجوكوا قربوا لها وشوفوها. في حاجة مهمة قوي لو ما عشتهاش في التجربة الجامعية تبقى ما عشتش، الفلونتيرز يا جماعة، العمل التطوعي. العمل التطوعي ده كلمة كبيرة قوي. العمل التطوعي ده شيء عظيم جدا، بيعلمك يعني ايه التزام، بيعلمك يعني ايه مسؤولية بجد. ده امتى بقى؟ لما حضرتك تفهم أصلا يعني ايه عمل تطوعي. أرجوك عيش الحلم كامل عشان تقدر تقيمه في الآخر، وعشان تطلع منه بأحسن نتيجة ممكنة، وعشان تطلع منه مؤهل للحلم اللي بعده اللي هو حلم حياتك العملية. لو عشت ده صح هتعيش التاني، صدقني صح. أتمنى بجد تشوفوا إن البرنامج ده إضافة وحاجة هتقربكوا قوي من الحقيقة اللي هي مش بعيدة، صدقوني، عن أحلامكم. لا، إحنا بس كل اللي عايزينه نقرب ده لده عشان تحلم
وتعيش حقيقة حلوة بجد. خلصت حلقتنا النهاردة، هنتقابل بكرة في نفس الميعاد مع حلقة جديدة من ما تقعدش على القهوة. ما تقعدش على القهوة. كنتم مع ندى الشاذلي على راديو كامت، محطة على المحطة. كنتم مع ما تقعدش على القهوة مع الدكتورة ندى الشاذلي على راديو كامت، محطة على المحطة. راديو كامت، محطة على المحطة.